بص يا مليونير، بص يا اللي بتاخد فلوسك في ميعادها، بص يا اللي بتعمل اعلانات وبتطلع في برامج، بص فريق الزمالك بيعمل ايه. بص لعيبه الزمالك الروح اللي عندها وخوفها على التيشيرت وخوفها من جمهورها عامل ازاي. بص يا مليونير، بص يا بتاع المشاريع، بص يا اللي مبقاش في دماغك حاجه في الكوره. الزمالك يفوز على المصري برباعيه مقابل هدف بعد ما كان متأخر بهدف في بداية المباراة. يعني الزمالك نزل الماتش خسران واحد، حول نتيجة المباراة وقلب المباراة رأسا على عقب. وده حصل رغم المشاكل، إيقافات القيد، مستحقات اللعيبة اللي ما بتدفعش، كل المشاكل اللي تتخيلها وما تتخيلهاش موجودة داخل نادي الزمالك. بس مقابل المشاكل دي كلها في حاجة مهمة، في روح، في لعيبة خايفة على التيشيرت، في لعيبة خايفة على الكيان وعلى النادي اللي بتلعب فيه، في لعيبة خايفة على أكل عيشها، على أكل عيشها. وحاول تأخره من هدف وفاز بأربعة. الموضوع مش مجرد فوز، يعني الزمالك مش نزل كسب ماتش 4-1 وخد 3 بونت. لا، الزمالك بيوصل رسالة للعيبة الأهلي أو للأهلي والبيراميدز، ورسالة قوية أوي كمان. مفيش مستحيل، مفيش في الكورة مستحيل. احنا بناخدش فلوسنا، بناخدش مساحاتنا، هننزل وهنلعب. ووصل لهم رسالة تانية ان الدوري في الملعب، الدوري في الملعب، وانهم مش هيستسلموا بسهولة، وان اي فريق في اي وقت هيرجع واي فريق في اي وقت هيودي وهيلعب وكل تخيل. بس بصوا يا جماعة الروح، بصوا روح الزمالك. وانا في حاجة، ان انا ما بحبش ان الزمالك يبقى بيلعب قبل الاهلي. يعني انا احب الاهلي يبقى يلعب قبل الزمالك. الاهلي لعب مثلا النهارده، الزمالك يلعب بكره. الاهلي لعب الساعه 6، الزمالك يلعب الساعه 8، بحيث ان الاهلي يكسب يضغط على الزمالك مش العكس. دلوقتي الزمالك كسبان المصري، الاهلي نازل هيلاعب سيراميكا بكره، ينزل الاهلي اللي مضغوط. يبقى الاهلي اللي مضغوط لان الزمالك كسبان ولاعب الاول وبتاع، فالاهلي اللي مضغوط. فلعيبه الزمالك بتوصل رساله انهم متمسكين بالدوري، انهم بيلعبوا بروح، انهم هيحاربوا على الدوري لحد اخر لحظه، لحد اخر لحظه. انهم مش هيسيبوا التصدر، مش هيسيبوا قمه الدوري، يسيبوا تصدرهم للدوري بسهوله. فيا ريت الرساله دي توصل للعيبه الاهلي، يا ريت لعيبه الاهلي تخلي عندها دم، يا ريت لعيبه الاهلي تشوف اللي بيحصل في نادي الزمالك بالرغم من كل المشاكل. هم لعيبه ما بتاخدش فلوس، انت لعيبه بتاخد فلوسك في وقتها، تاخد عليها زياده اعلانات، تطلع في كل برامج رمضان المقالب، كل حاجه تتخيلها متوفره لك، لبن العصفور زي ما بيقولوا. في المقابل مفيش اي حاجه، مفيش اي حاجه، وبينزلوا وبيلعبوا وبيأدوا. واللي حصل في ماتش الزمالك امبارح، اللي حصل في ماتش الزمالك امبارح يخلي لعيبه الاهلي نازله ماتش سيراميكا عايزه ترد. لازم تخلي لعيبه الاهلي نازله رد فعل عن اللي حصل. تخلي لعيبه الاهلي نازله توصل رساله للدوري كله وللزمالك والبيراميدز خصوصا، ان لا يا باشا احنا موجودين، انزل دوس واكسب سكور. وصل رسالة ان الاهلي موجود وان لعيبة الاهلي موجودة. وخلي عندك دم وغير شوية من اللي بيحصل، عايزك تغير شوية من اللي بيحصل. نيجي الماتش الاهلي بكرة وسيراميكا. انا داخل ماتش سيراميكا وزي ما بقول لكم شايف الزمالك كسبان وبيقرب، وان الزمالك بيلعب الاول فيكسب فيزود الضغط على اللعيبه، وان اي تعثر يبقى الدوري باي باي. اي تعثر في الست ماتشات دول الجمهور هتتصعب قوي قوي. هما 6 ماتشات زي ما اتكلمنا، 18 بونت. اكسب يا باشا 6 ماتشات، ما تبصش لاي حد، مالكش دعوه بالباقيين عملوا ايه. انت عندك 6 ماتشات، انزل اكسب ال6 ماتشات. كده بقى الزمالك كسب خسر اتعادل بيراميدز عمل، ماليش دعوه، انا 6 ماتشات وتبقى يعني مش صعوبه، مفيش صعوبه ان انا اكسب 6 ماتشات متتاليين. ايه الصعوبه في كده؟ واديك كمان خرجت من افريقيا، انت مفيش حاجه غير الدوري، مفيش حاجه غير الدوري. ولسه هتلاعب الزمالك وهتلاعب بيراميدز، وفي ماتش بيراميدز والزمالك هيبقى الاتنين لسه برضه هيلاعبوا بعض، هيخسروا بعض نقط. فالاهلي محتاج في ماتش سيراميكا، الاهلي محتاج في ماتش سيراميكا 3 حاجات. 3 حاجات هتبقى هي مفاتيح الفوز في ماتش سيراميكا. اولهم التركيز من اول دقيقه. انا نازل مركز، ان انا نازل عارف انا عايز ايه من الماتش، انا نازل عارف انا اعمل ايه، منزلش تايه. تاني حاجه استغلال الفرص، لازم استغل ربع الفرصه.
عشان ما ارجعش اندم، ربع الفرصه استغلها. من كل اللعيبه استغلوا الفرص. تالت حاجه الهدوء، ما تنزلش مستعجل، ما تنزلش عايز تثبت كل حاجه، لا اهدى، اهدى والعب واحده واحده والعب لعبك. الهدوء اهم حاجه. تنزل مستعجل هتضيع الماتش، لان برضه يا جماعه ماتش سيراميكا مش سهل، وفريق سيراميكا مش فريق سهل. فريق سيراميكا فريق معقد وفريق رخم، وعلي ماهر احنا عارفين علي ماهر، وعارفين بيبقى نازل ازاي قدام الاهلي وغل كروي زي ما بيقولوا. فماتش سيراميكا مش سهل. هيجي واحد زملكاوي يقول لي طب ما انتوا اخر 10 ماتشات الاهلي وسيراميكا الاهلي اللي كسب ال 10 ماتشات. طب ماشي، انت عايز ايه يعني؟ ولا عايز في ايه؟ عايز ايه؟ ما انا مش فاهم. بنكسب يا باشا بس الماتش بيبقى صعب. المهم سيبكم منهم دلوقتي. في الماتش بكره، ماتش الاهلي وسيراميكا ماتش مش سهل، ماتش صعب، ولكن 3 حاجات: تركيز من اول دقيقه، استغلال الفرص، الهدوء الهدوء الهدوء، لان اهم حاجه الهدوء. والله هتنزل مستعجل هتضيع. نيجي لتشكيل الاهلي المتوقع، او اللي انا بتمنى يعني الاهلي يبدا بيه. في حراسه المرمى طبعا شوبير، ما فيهاش نقاش شوبير. سيبك بقى من تدويره مش تدوير، شوبير 6 ماتشات شوبير. نيجي باك شمال يوسف بالعمري، وباك يمين محمد هاني، قلبي دفاع ياسر. ولو هادي رياض سليم نبدا بهادي رياض. هادي رياض مش سليم بقى نشوف مين موجود، الجزار، بيكهام، اي حد، بس ان شاء الله يكون هادي رياض سليم. في نص الملعب ابدا بمروان وامام، بلاش ثنائيه مروان وديانج، مروان وامام، وقدامهم زيزو والشحات وتريزيجيه، وحط مهاجم محمد شريف. زيزو، تريزيجيه، الشحات، وقدامهم محمد شريف. ومحمد شريف وحسين الشحات متألقين في تدريبات الفترة الأخيرة. وانا بصراحه يا جماعه عايز يعني انا بالنسبه لي الشحات يبدا. حتى لو انت عايز تلعب بن شرقي خلاص قاعد لاعب واحد من زيزو والشحات، لاعب الشحات. انا بالنسبه لي الشحات يبدا ومحمد شريف يبدا. الاثنين الشحات ومحمد شريف، 6 ماتشات دول انا عايز الاثنين دول، الشحات ومحمد شريف. لعيبه معجونه بالاهلي، لعيبه عندها خبرات، لعيبه عندها مرت بالمواقف دي قبل كده، لعيبه هتبقى نازله مش متوتره. فانا بالنسبه لي الشحات وشريف. وخليكم فاكرين الاسمين دول، حسين الشحات ومحمد شريف، لانه هيكونوا مؤثرين في ال6 ماتشات بتوع الدوري. وخليكم فاكرين الاسمين اللي بقول لكم عليهم دول. نيجي بقى للاهم، خليني اقول لك الاهم في ماتش بكره، وهو الجمهور. بعد اللي حصل في ماتش الزمالك امبارح لازم الدعم يكون مضاعف، لازم تدعم فريقك بشكل مضاعف، لان اي ضغط هينعكس على الفريق. من الاخر اي ضغط هينعكس على اللعيبه. وجمهور الاهلي عامل اللي عليه ازاي؟ دعم على السوشيال ميديا. وماتش الاهلي وسيراميكا تذاكر الماتش خلصت، التالتة شمال هتبقى كاملة العدد. تالتة شمال في ماتش سيراميكا هتبقى كاملة العدد. فالجمهور عامل اللي عليه ورايح يساند ورايح يدعم. كرة في ملعبكم، دوروا الباقي على اللعيبة. انت عندك جمهور في ظهرك في مدرجات، عندك جمهور في ظهرك على السوشيال ميديا، عندك اعلام في ظهرك، اعلام النادي، في حاجات كتير قوي. في ملعبكم الكورة. انزل يا باشا، انا نازل اثبت يا باشا انا مين، نازل اعرفهم انا مين، نازل اعرفهم ان انا النادي الاهلي، نازل اكسب سكور، نازل اوصل رساله للدوري الكله وللمنافسين كلهم والناس اللي طلعت هاجمتني الفتره اللي فاتت، اللي لا انا موجود. انا موجود، وان الاسد لا يمرض ولا يموت. الاهلي موجود ولعيبته موجوده. انزلوا عرفوهم كده، ردوا عليهم في الملعب، والجمهور يرد في المدرجات. وجمهور الاهلي يرد في المدرجات ويسند لعيبته من المدرجات. 90 دقيقة الصوت، ما تشجيع بس، تشجيع بس، ما تهاجم. انزل شجع يا باشا وادعم فريقك. فلعيبة النادي الاهلي يا ماشي مشيها لعيبة النادي الاهلي بس، يا لعيبة النادي الاهلي الكرة في ملعبكم، جمهوركم هيبقى مالي المدرج في ظهركم. بص للمنافس والروح المنافس، غيروا شوية على التيشيرت. وماتش الاهلي وسيراميكا مش هيبقى مجرد ماتش، ده اختبار ليك، اختبار توصل منه رسالة، اختبار ترد بيه على كل حاجة كانت بتحصل الفترة اللي فاتت، اختبار تسكت ألسنة كتير تاني، تخلي الكل يقول لا الأهلي فاق، يقول لا الأهلي رجع، يقول لا الأهلي منافس الأول ومرشح الأول لبطولة الدوري. لأن ده الطبيعي، وده اللي احنا متعودين عليه كجمهور الأهلي، وده اللي النادي الأهلي نفسه متعود عليه. بطولة الدوري يعني الأهلي.
فقولي رأيك وتوقعك للماتش في الكومنتات، ويا ريت ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك تدعمنا، ونتقابل في حلقة جديدة.